ربنا لما خلقنا في الدنيا ما وعدناش انها هتكون سهلة. بالعكس، ده قال لقد خلقنا الإنسان في كبد. يعني من أول لحظة ربنا عارف ان الطريق هيكون صعب، في تعب وخوف ومشقة وضعف وخسارة. بس ما سبناش كده، ما سبناش نغرق وسط المصاعب لوحدنا. ده ادانا مفاتيح للنجاة، ادانا أذكار مش بس نرددها، لا نعيش بيها. بستغرب جدا ازاي يكون معانا الكنز ده ومش بنستخدمه. ذكر بسيط بس بيشيل من على قلبك حمل سنين. الذكر ده هو حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. كتير مننا عارف الذكر ده كويس، وعارف ان احنا بنقوله في أذكار الصباح والمساء 7 مرات صباحا و7 مرات مساء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قاله 7 مرات صباحا ومساء كفاه الله ما أهمه. يعني ايه؟ يعني كل اللي مضايقك، كل اللي شاغل بالك، اللي مانع نومك، ربنا هيتكفل بيه. بس قوليه بيقين وانت متأكدة ان مفيش غيره هيقدر يشيل عنك الهم. ردديه معايا دلوقتي، قولي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قوليه 7 مرات. مش عايزة أقولك إن أنا مش بقوله في أذكار الصباح والمساء بس، أقسم بالله أنا كل أمر في حياتي صعب بجري على الذكر ده جري، عارفة جري، لأني عارفة كويس أوي قدر ومقدار هذا الذكر العظيم. والله بقوله وانا عارفة ومتأكدة ان اللي خانقني هيروح، اللي مخوفني هينتهي، رزقي هيتيسر، وانا متوكلة على ربنا حق التوكل. يعني مسلمة قوي كل همومي لربنا، وبقوله يا رب انا مش قادرة، يا رب انا مش قادرة بس انت تقدر. كل يوم بنصحى ونشيل هم بكرة، وهم الفلوس وهم الصحة والناس والشغل واللي جاي، ونسينا ان ربنا هو رب العرش العظيم، يعني اعظم شيء في وجودك كله. وانت بتقولي الذكر ده بتعلني للدنيا بحالها ثقتك في ربنا، وانك بتسحبي طاقتك من الخوف وبتشحنيها امل من عند ربنا. انت بتخلي الدنيا كلها تسمع ان ليكي رب ما بيسيبش عبد قالها ابدا بيقين. رددي بيقين. عارفة يعني ايه يقين؟ قوليها وانت سايباها فعلا لله، قوليها كأنها اخر حاجة ممكن تنقذك، وهتشوفي ازاي المعجزة هتكون في حياتك. ازاي نكون غرقانين في الهم والضيق والتعب واحنا في ايدينا المفتاح؟ ازاي نشتكي ونخاف وننهار واحنا معانا ذكر واحد لو قلناه بيقين بيغير الدنيا من حوالينا؟ حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ده مش جملة، ده طوق نجاة، دي مش حروف، ده أمانك، ده مش بس دعاء، ده تسليم كامل لرب قادر لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. الذكر ده فيه توحيد، فيه قوة، فيه توكل على الله، وفيه نجاة. وليه وانت متأكدة ان اي هم في حياتك ربنا هيتكفل بيه، مش بس هيسهل لك امورك، لا ده هيكفيكي همها كمان. وخليكي عارفة ومتأكدة ان اللي قال حسبي الله عمره ما احتاج غير لربنا. وخلي بالك ممكن تكون الدقيقة الجاية هي لحظة الإجابة، فما تسيبيهاش تعدي من غير ما تقوليه حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. جربي تقوليه 7 مرات بقلبك قبل لسانك، خليه وردك، سرك، قوتك، واحفظيه دايما. قولي ورددي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات في كل أمر أهمك في الدنيا. بقوله في عز خوفي ورعبي. اوعي تسيب الذكر ده من يومك أبدا، اوعي، وهتعرفي إنها أغلى نصيحة واغلى كنز. لو شايفة ان الفيديو ده وصلك رسالة ولمس قلبك او استفدت منه ولو استفادة بسيطة، ياريت لايك وشير علشان يوصل لأي حد محتاجه. وفي نهاية الفيديو احب اشكركم واقول لكم انتظرونا في الفيديو الجاي. مع السلامة.